مرة دخلت لي أم ومعاها طفلها وقالت لي يا دكتور احنا ليه لازم نحافظ على الأسنان اللبنية دي؟ مش هي كده كده هتقع؟ بصراحة سؤالها ده سؤال مهم وصح جدا. يلا نجاوب عليه. للأسف الشديد الجملة دي غلط جدا جدا، وممكن تعمل مشاكل كبيرة جدا لطفلك بعدين. الأسنان اللبنية ليها أدوار مهمة جدا. أولا بتساعد على الحفاظ على أماكن الأسنان الدائمة. اتنين بتساعد ابنك في الأكل والكلام. تلاتة بتأثر نفسيا على الطفل بشكل كبير جدا لو فيها تسوس أو مكسورة أو فيها أي مشكلة. يعني بتدي ابنك ثقة كبيرة جدا في نفسه لو شكلها جميل ومظبوطة. ولو وقعت بدري فالأسنان الأساسية ممكن تطلع في مكان غير مكانها، أو تطلع معوجة، أو تطلع مش مظبوطة، وساعتها هنحتاج تقويم من بدري جدا. كمان ألم الأسنان عند الأطفال بيسبب لهم دايما قلق ونوم متقطع، وممكن كمان يكرهوا الأكل أصلا بسببه، وبالتالي تأثر على نمو جسمهم. ابدأي اهتم بأسنان أطفالك مع أول سنة تظهر في بقه، وممكن تكون محتاج جلسة عند دكتور الأسنان للأطفال مش بس للعلاج، لكن ممكن كمان للوقاية والتثقيف. كان معكم دكتور عبد السلام محمد، واستنوني فيديو جديد. سلام.